وبيقولوا ان العلمانية في تونس انتصرت. طبعا يعني علماني تونس اقذر وانتن علمانية شفتها في حياتي، واقذر علمانية شفتها في حياتي. انا شفت، ما حدش حكالي. وهفكر الغنوشي واقول له لما رجعت تونس بعد غياب كام سنة، مين اللي استقبلك في المطار بالمايوهات؟ مين اللي استقبلك في المطار بالمايوهات وقالوا لك ارجع مش عايزينك؟ نسينا؟ هم دول العلمانيون. العلمانيون اللي كنت بخطب الجمعة وماسكين ازايز الخمرة في تونس، واقفين لي بره الجامع يصرخهم ويصوتهم ويقلوا ادبهم يوم الجمعة. مش بس ما بيصلوش، ده ماسكين ازايز الخمرة وواقفين لي قدام الجامع اللي راحوا حصروا الفندق اللي كنت نازل فيه انا ومراتي، واخ الله يعزه ويبارك له عطاني شقة اقعد فيها هناك عبال ما اخلص. وانا طبعا مش رايح لهم ولا اعبرهم في جزمتي، انا بعبر الاخوة اللي بعتوا لي، الحمد لله رب العالمين. هم دول العلمانيون يا سيدي، الكارهون للاسلام والكارهون للدين. ولما بقول انهم كفره يطلعوا لي بعض المسلمين يقول لك لا ما تكفرش. طب اذا كان ربنا كفرهم في سوره محمد، قال والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم، ليه كفروا ربنا ده اضل اعمالهم؟ ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. احبط اعمالهم خلاص، ما دام حبط العمل، اواخر سوره الكهف، حبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. يبقى دول كفر. ده مش هجيب ادله كتير، انا بس بقول بسرعه يعني. ادي يا سيدي العلمانيون اللي فرحانين انهم كسبوا، واللي للاسف الغنوشي بيهنيهم. في مسلم بيهني كافر على ان الكفر انتصر على الاسلام. انا ايه اللي احنا فيه ده؟ انا مش فاهم والله. احنا عايزين ناس يعلمونا ديننا لسه تاني، عايزين نفهم بقى اسلامنا فهم صحيح، فهم منضبط، نفهم الاسلام فهم منضبط. الغنوشي يروح يهني نداء تونس العلماني اللي هيحكم بالعلمانيه وهيفصل الدين عن الدوله. يقول لك ربنا حلو والرسول صلى الله عليه وسلم والدين الاسلامي عظم، هاتوا القران نبوسه كمان، بس لا يتدخل في حياتنا. العلمانيه كده، فصل الدين عن الحياه. مين اللي يقول الخمر حرام ولا حلال؟ مش القرآن، لا مش سورة المائدة. مين اللي يقول الربا حرام ولا حلال؟ مش سورة البقرة. مين اللي يقول الزنا حلال ولا حرام؟ مش القرآن ولا الأحاديث، لا هم اللي يقولوا. هم العلمانيين يشرعوا بدينهم اللي هم عايزينه. يبقى لما واحد من دول والعياذ بالله ينجح ولا يتفوق ولا حد من المسلمين راح هنا حد من المشركين على اي مثلا فعل عمله ولا انتصر من الانتصارات، مثلا اذا كان في انتصارات، هبل وعبط خبل. والله وصلنا لمرحلة الهبل، هبل. مش انا بقول لك امة ضحكت من هبلها الامم. يروح يهني، ومقام زي الاستاذ فهمي هويدي يقول هذا الكلام اللي هقوله، والله انا ما مصدق هذا الكلام اللي كاتبه. يقول خسرت بعض المقاعد على حزب النهضة في تونس، يعني خسرت بعض المقاعد ولكنها كسبت رصيدا من الاحترام وحفرت لنفسها مكانا. ايه ده؟ ليه ده خسروا؟ ده العلمانية انتصرت باعتبارها نموذجا للاسلام السياسي المعتدل. هو في اسلام مش سياسي؟ يعني في مسلم يقول ربنا ما يفهمش في السياسة؟ ربنا بيقول لنا على الصلاة والصوم والزكاة والحج والحيض والنفاس، لكن ربنا ملوش في السياسة؟ استغفر الله. ايه الخبل ده؟ مش فاهم. نموذجا للاسلام السياسي المعتدل، لان في اسلام مش معتدل، في اسلام متطرف. في اسلام متطرف. انا مالي واحد متطرف، انا مش دعوه بيه، انا بتكلم عن الاسلام. لا بص بقى، الاسلام السياسي المعتدل الذي اصطحب الى جانب الدوله المدنيه ودافع عنها. جانب الدوله المدنيه مسلم مش زي خيبتنا كانت في مصر، مسلم مسيحي ايد واحده، مسلم علماني ايد واحده، لغايه ما خدنا على قفانا ونستاهل. بيقول لك الى جانب الدوله المدنيه ودافع عنها. شوف، مسلم بيدافع عن كفر وانحاز طوال الوقت الى جانب قيم وقواعد الممارسه الديمقراطيه. انا هضحك مش هعلمك. لا ده بقول لك ايه، ليس ذلك فحسب، وانما بص بقى، وانما ضرب المثل في تقديم مصلحه الثوره واستحقاقات المصلحه الديمقراطيه، مصلحه الثوره واستحقاقات المصلحه الديمقراطيه على مصلحه الحركه وغوايات السلطه. يعني مصلحه الثوره واستحقاقات الديمقراطيه على الاسلام. واحد يقول لي لا هو ما قالش كده، لا هقول لك اهو، ابص اسمع تاني كمان. كاتب في مقاله بيقول تونس اذ نغبطها
ونحسدها. يا سلام، غبطة وسرور، فرحانين على اللي حصل في تونس. ايه اللي حصل يا سيدي؟ بيقول لك بقى محقون هم التوانسة إذ فازوا بالحسنيين. تونس فازت بالحسنيين، سورة التوبة، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين اللي هي الشهادة أو النصر. لا بص، الحسنيين بقى بتوع تونس إيه؟ الثورة والديمقراطية. يا سلام، هم دول الحسنيين يا أستاذ فهمي؟ حسنيين دول. ثورة، فين الثورة؟ إذا كانوا، ما أنا بقول لك أهو، السبسي ده إيه؟ مش أحد أعمدة النظام وعلماني؟ ها؟ طيب يبقى دي ثورة؟ ديمقراطية؟ الأهم في الانتخابات أن الديمقراطية انتصرت، لكن الدين يروح في داهية مفيش مشكلة. لا، مش عايزين إسلام، هم الإسلام مش موجود، لا مش قضية، بس المهم إن إيه؟ الديمقراطية انتصرت.